ازيكم عاملين ايه؟ النهارده هنبدأ في فيديو جديد وهنتعلم مع بعض ازاي تمشوا باك، خاصة الكروس اوفر باك، لان في بعض الناس بتمشي بالسنيك. تمام، يلا نبدأ في الفيديو. فاول خطوة نبدأ بيها نمشي باك، ان احنا الرجل اللي قدام نزق بيها لورا ونفضل نزق بنفس الطريقة دي، ونحاول نطلعها قدام كل مرة عن المرة التانية. زي ما انتوا شايفين قدامكم في الفيديو ده، رجل بتبقى ورا ورجل تانية قدام بنزق بيها. تمام، وتبدأ تطلع قدامها خطوة بخطوة. تمام، بعدها زي ما انتوا شايفين في الفيديو بنعمل كروس للرجل التانية، يعني الرجل اللي ورا تفضل ثابتة ونقدم عليها الرجل التانية نخليها قدام ونخليها تعديها بمسافة. بعدها تلاحظوا رفعت الرجل اللي ورا في الآخر على أساس الكروس، لان الكروس اوفر باك بتبقى دي طريقتها. الرجل اللي ورا ارفعها شويه، اقدم اللي قدام وارفعها، شبه الكروس اوفر بالوش بالظبط. زي ما انتم شايفين دي كروس اوفر في الطبيعي. انتوا بقى بدل ما تعملوها فرونت تعملوها باك وانتوا ماشيين باك. ف بالظبط اقدم الرجل اللي قدام وارجع لورا. بعدها الخطوة الأهم علشان تفضل ماشي في خط مستقيم، مش تمشي وتحود وانت ماشي باك وتخبط في الناس، ان انت لما تعمل الكروس اوفر ترجع رجلك مكانها. زي ما انتم شايفين برجعها لمكانها اللي في الأصل، بعدين اطلع الرجل اللي قدام واللي ورا، اللي ورا رجعها لمكانها وترجع تاني. اللي انتم شايفين اللقطة دي بقى دي عبارة عن السنيك، علشان تعرفوا الفرق ما بينهم بس، لان السنيك حاجة تنفع للسلالوم والكروس اوفر تمشوا بيها بس. تفضلوا بقى تكرروا على نفس الحركة دي، ترفعوا الرجل اللي ورا بعدين ترجعوها تاني نفس المكان وتحودوا بيها. واهم حاجة تبقى باصص وراك، لان لازم تحود جسمك وخاصة كتفك تحوده لورا وتبص لورا علشان تعرف تركز. وده التجربة النهائية زي ما انتم شايفين قدامكم. بس اتمنى الفيديو كان عجبكم، متنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب وبس.